one wants to fight for Israel. عارف لما واحد يطلع يقول كلمة حق فالعالم كله ينقلب عليه والدنيا تقوم ما تقعدش؟ وده اللي حصل مع الراجل ده جندي امريكي سابق، خرج من الجيش الامريكي. الراجل ده وقف في جلسة في مجلس الشيوخ الامريكي وقال كلمة واحدة بس: لا احد يريد الحرب من اجل اسرائيل. ومن هنا الدنيا قامت ما عادتش ثواني بس، كانت الدنيا اتقلبت والامن اتدخل ومسكوا الراجل وطلعوه بره الجلسة، او بمعنى بلدي طردوه بره الجلسة. الغريب هنا بقى ان هم دول هم الناس اللي ليل نهار بيتكلموا عن حقوق الانسان وبيتكلموا عن حرية الرأي وبيتكلموا عن الديمقراطية، ومجرد بس ما واحد منهم دخل مكانهم وعلى صوته بالحق كان نتيجته الطرد. تخيل يا اخي، واضح ان الديمقراطية هناك عندهم بتحب الكلام الحلو بس، اما الحق لو اتقال بصوت عالي يبقى مكانه الطرد بره المكان اللي بيتقال فيه. دي امريكا اللي بتسمع للناس بتطردوها، والراجل يفضل يعمل اللي بيتعمل ده وانتوا مفيش، كأنكم سبحان الله ولا بيسمعوا ولا بيشوفوا، بس هم بيتكلموا وكلامهم هو الصح. اي حاجة تاني ضد المصلحة مش هيسمعوها مهما نادوا بديمقراطية وحرية رأي والتعبير وكلام كبير ضحكوا بيه على العالم. وهم قصاد العالم يطلع جندي منهم في وسط مجلس الشيوخ الامريكي ويقولها بعلو صوته: لا احد يريد الحرب من اجل اسرائيل. الجندي ده طلع قال حاجه جوه ناس كتير جدا بس ما كانش حد قادر يقولها. الراجل ده طلع قال الحقيقه بصوت عالي في مكانه، وده معناه ان الحقيقه ممكن تكون بتخوف بس عمرها ما بتختفي. تابعونا ومتابعكم شرف ليا. شكرا.